لا ريفو دو بريس. عسلامة الناس الكل في لا ريفو دو بريس اللي باش نبداوها باسبانيا اللي حققت الى حد الان اعرض نتيجة في مونديال قطر بعد ما فازت على كوستاريكا بنتيجة 7-0 في مهرجان اهداف بما اتم معنى الكلمة. جريدة اس كتبت في صفحتها الاولى للحلم كعنوان في اشارة منها انه مباراة البارح تبعث عديد المؤشرات يخليو الشعب الاسباني يامن بحظوظه للوصول ابعد ما يكون في مونديال قطر. من جهتها صحيفة سبورت عنونت اولي اولي وهي اشارة لفرحة الإسبانيين بالنتيجة، لكن يلزم التأكيد قدام ألمانيا اللي دخلت بداية سيئة كما قالت جريدة كيكر بعد مباراة بطولية قدمها الساموراي الياباني اللي فاز على المانشافت بنتيجة 2-1 بزوز أهداف في 5 دقائق قلب بهم النتيجة صالحه بعد ما كان متأخر 1-0. نمشيو لجريدة لو ماتان المغربية اللي حكيت على مباراة أسود الأطلس ضد المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم اللي وفات بالتعادل السلبي وقالت لليون دو الأطلس تين تيت aux enflammés et de bloc leur compteur de points في إشارة منها المباراة الكبيرة اللي قدموها وأنهم تمكنوا من التخلص من نقطة ثمينة. لا ريفو دو بريس باش نكملوها بمباراة بلجيكا وكندا وجريدة لوسواغ البلجيكية اللي كتبت في صفحتها الأولى لا فيكتوار كي نو راسور با خاصة بعد الأداء المحتشم اللي قدموه منتخب الشياطين الحمر في أول إطلالة لهم في كأس العالم وفوز بهدف وحيد عن طريق ميشي بوتشوي. جولتنا في الصحف العالمية اليوم فات قدمها لكم مروان بن عمارة. نتقابلوا غدوة في نفس المكان. إيكو سبور باي إكسبريس FM.